وانت قاعد بتشرب الشاي وفجأة تلاقي السوشيال ميديا مقلوبة كده على فيروس هانتا. ده فيروس جديد ظهر والناس بدأت نفسها خبراء أو بقى كل شوية يطلع اسم فيروس جديد يخض الناس، مرة كورونا، مرة جدر القرود، ومرة هانتا. هو احنا داخلين على فيلم رعب جديد ولا في ايه بالظبط؟ وزارة الصحة نفسها طلعت بيان رسمي وقتها وقالت اهدوا الوضع في مصر مستقر ومفيش اي حالات مؤكده. نفس اللي حصل برضه في كورونا، كان قبل كده مفيش اي حاجه في مصر مؤكده وبعد كده الفيروس انتشر. مفيش داعي للقلق اللي حاصل على الفيس دلوقتي. القصه بدات لما ظهر كلام عن حالات مرتبطه بسفينه سياحيه بره مصر. الناس تلقائي دخلت في مود الحق كورونا الجزء الثاني. دي حقيقه فيروس هانتا، ده مش جديد اصلا، ده معروف من سنين طويله جدا. الغريب بقى انه مرتبط بالفئران. ايوه يا سيدي مرتبط بالفئران. الفيروس ده بينتقل غالبا افرازات الفئران المصابه. يعني الموضوع مش انه واحد عطس جنبك خلاص وبقيت مصاب، الموضوع اكبر من كده. في نقطه بقى مهمه من وزاره الصحه، قالت ان اغلب انواع الفيروسات اصلا مش بتتنقل بين البشر، ومن نوع نادر جدا اسمه انديز هو اللي سجل انتقال محدود بين الناس، وده محتاج احتكاك قريب جدا والفتره طويله. يعني سيبك بقى من اللي بيقول لك ما تسلمش على حد تاني، والموضوع مش بالشكل المرعب على السوشيال ميديا. بس بص الحركه المهمه دي، وزاره الصحه بقى قالت ان الترصد الوبائي شغال 24 ساعه، وفي المطارات والمواني وكل منافذ الدخول، يعني في متابعه مستمره لاي حاجه تحصل عالميا. ان الدوله بتحاول تقفل الباب قبل ما اي مشكله تدخل. بس تعرف المشكله الحقيقيه فين؟ ان السوشيال ميديا دلوقتي بقت زي القهوه، اي حد ماسك موبايل بقى دكتور فيروسات. واحد بيكتب بوست يخوف الناس، التاني يعمل ريل بعنوان الفيروس القاتل وصل، والتالت بيبعت لك فويس يقول لك انا عندي مصدر مؤكد، وفي الاخر تكتشف ان المصدر ده ابن خال جارهم. الموضوع مش هزار، لان الخوف نفسه ممكن يبقى اخطر من الفيروس. ناس تبدا تخزن ادويه، وناس تعيش في رعب، وشائعات تضرب اسرع من اي مرض مؤكد. وعشان كده وزاره الصحه طلعت قالت بوضوح اعتمدوا على البيانات الرسميه بس. يعني من الاخر ما تاخدوش معلومات من واحد عامل لايف وهو قاعد ياكل لب. مش كل فيروس جديد يبقى نهايه العالم، ساعات الشائعات بتبقى اخطر من المرض نفسه، والسوشيال ميديا بقت بتنفخ اي موضوع. ظهر فيروس جديد فعلا، تفتكر الناس هتتعامل بعقل عن تجربه كورونا، ولا هنرجع لنفس حاله الرعب والشائعات؟ سيب لنا رايك في التعليقات، والله المستعان، ودايما تحيا مصر.